ككل مرة، يصر المعلق الجزائري حفيظ الدرج على أن يحشر أنفه دائما في أمور معادية للمغرب، وكأنه ببغاء يردد بأمانة كل ما يطلب منه عن بعد. المعلق بقنوات بين سبورت نشر مساء أمس الخميس تغريدة على تويتر تعليقا على قرار منع دخول الوفد الإعلامي المغربي لتغطية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. وكتب دراج الألعاب للرياضيين والفنيين والإعلاميين والإداريين لا مكان فيها للمخابرات ورجال ألف لأم. وعلى الرغم من أن دراجي يعلم علم اليقين أن الأمر يتعلق بزملاء له في المهنة حضروا لمزاولة مهامهم في تغطية الألعاب، لكنه وبطلب ممن يتحكمون الدفاع عن بررات قرار نظام الكبرانات طرد إعلاميين مغاربة يتوفرون على كافة للتراخيص للزمة للتغطية للدورة. وأردف دراجي في تغريدته المثي: للجدي من حق الجزائر أن ترفض دخول العسكر والبوليس، هذه ألعاب رياضية استقبل فيها الوفد الرياضي المغربي بحفاوة لا نظير لها رسميا وشعبيا. وعاد الوفد الإعلامي المغربي المرافق للمنتخبات الوطنية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المنظمة بالجزائر إلى تونس تمهيدا للرجوع للمغرب يومه الجمعة 24 يونيو، بعدما رفضت السلطات الجزائرية السماح له بدخول الجزائر بداعي أنه لا يتوفر على اعتماد التغطية. وعانى الوفد الإعلامي المغربي من الاحتجاز والحصار بالمطار منذ مساء الأربعاء وحتى أمس الخميس، بالرغم من كل مساعي اللجنة الوطنية الأولمبية لحل هذا المشكل المفتعل.